والنصر زي ما قلنا غاية عزيزة. أشوف الصحابة انتصروا ازاي في معاركهم بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الفتوح الإسلامية. لأن لو ذكرت لك غزوة بدر ولا غزوة الأحزاب ولا فتح مكة تقول لي ده النبي مؤيد بالوحي فخلاص ربنا سبحانه وتعالى نصره. لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حقق الصحابة الانتصارات الباهرة في الفتوح الإسلامية. الفتوح الإسلامية لما تيجي تراجعها هي أشبه بالمعجزة، هي معجزة حقيقية. كيف لهذه المجموعة القليلة من الجنود اللي خارجين من المدينة المنورة بأعداد زهيدة وسلاح ضعيف ومفيش تاريخ أصلا حربي يعني له ثقل في العالم، إزاي يسقطوا إمبراطوريتين في حجم فارس والروم؟ ازاي يفتحوا المساحات الشاسعة هذه من الأراضي، العراق وإيران وما بعد إيران والشام بدولها الأربعة ومصر، ويدخل على ليبيا وتونس، إيه في كل ده ازاي في هذا الوقت المحدود بهذه المساحات الشاسعة وانتصارات وراء انتصارات، 90 أو 95% من المعارك انتصارات؟ لا، في حاجة لازم نفهمها، في أسرار واضحة في هذا النصر لازم تتكشف عشان أنا أقدر أكرر ده تاني لو طبقت ما طبقه هؤلاء الكرام في معاركهم. أسرار النصر في معارك الفتوح. في موقف بين إيدينا رواه ابن عساكر في تاريخه، تاريخ دمشق، وأيضا الموقف جه بألفاظ أخرى في الطبري، تاريخ الطبري طبعا مشهور، وأشار إليه البلاذري في فتوح البلدان، وكذلك ورد في كتاب فتوح الشام للأزدي، وكذلك في كتاب الفتوح لابن أعثم. في هذا الموقف بنشوف عمر رضي الله عنه يعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه عند أول ولايته للمؤمنين، أول إمرة المؤمنين لعمر عزل خالد بن الوليد، كلنا عارفين القصة طبعا، وولى أبا عبيدة ابن الجراح. وبعد بكده خطاب لأبي عبيدة بيقول له أنت صرت والي وأمير الجيوش الإسلامية. الجيوش الإسلامية ساعتها ما شاء الله جيوش ضخمة جدا وكتيرة، طبعا هي قليلة بالنسبة لفارس والروم، بس بالنسبة للمسلمين ده أكبر عدد من المسلمين شارك في عمليات عسكرية حربية. يعني بيعطي له جواب هو بمثابة جواب ولاية وزارة الحربية. واحد جاي له جواب انه يبقى وزير الحربية لدولة منتصرة حققت انتصارات على فارس وعلى الروم وليها اتساع في الارض تشمل بتاع 15-16 دولة من دول زماننا المعاصر دلوقتي، شيء فعلا مهول ضخم جدا. بيقول له انت خلاص بقيت وزير دلوقتي. عمل ايه ابو عبيدة بن الجراح في الخطاب اللي جاله بالولاية وعزل خالد بن الوليد؟ اخفى الخطاب، خباه. خباه ليه؟ خباه انه مش عايز يقطع على خالد بن الوليد نصره. كان شغال في معارك معينة، قعد خالد شغال في المعارك وابو عبيدة ماشي تحت امرته، ابو خالد الرئيس الجيش كله وابو عبيدة جندي من جنوده، وهو اصلا مفروض دلوقتي بقى الرئيس وبقى خالد هو اللي تابع ليه. لم يظهر هذا الكتاب لحد ما عدى 20 يوم والكتاب مع أبي عبيدة ابن الجراح، وواحد من المسلمين راح قال لخالد على فكرة جه جواب لأبي عبيدة ابن الجراح بس مش عايز يقول لك ان انت اتعزلت وان هو بقى الرئيس، هو بقى رئيس الجيوش كلها. خالد استغرب جدا جدا من هذا الموقف وجري على أبي عبيدة. فكان هذا الموقف الذي كشف لنا 3 من أسرار النصر علمنا إياها أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة. قال خالد لما قابل سيدنا أبي عبيدة بن الجراح قال له يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ يعني أنت ليه سايبني أنا أؤمك وأقودك وأأمرك وعلى أن أنا الأمير وأنت الأمير؟ فيغفر الله لك، ليه عملت كده؟ فقال أبو عبيدة وأنت يغفر الله لك. احفظ هذا الكلام، هذا كلام من نور، هذا كلام أبو عبيدة الأمين، أمين هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيره. أنا عمري ما كنت هقول لك ده عشان واحد قال لك بس أنت عرفت. وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله، ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله. في الآخر كنت هقول لك لأن ده أمر عمر ما أقدرش أهرب منه، هو عمر رئيس علينا كلنا ما أقدرش أعصيه في هذا الموضوع. هقول لك بس تخلص الموضوع، أنا مش طالبه ومش عايزه، يعني
يعني معتذر نفسيا ومعنويا وشرعيا وحاجات كتيره جدا، مش عايز ياخد هذا المنصب، فعمال اخر في الخطوه، جايز يحصل في الامور امور. ثم قال له، ركز في الكلمات، وما سلطان الدنيا اريد. انا مش عايز ابقى وزير حربيه ولا عايز ابقى رئيس على الجيوش. وما سلطان الدنيا اريد وما للدنيا اعمل، وانما ترى سيصير الى زوال وانقطاع. انت كنت رئيس الجيش ولا كنت جندي من الجنود، ما كله رايح في الاخر. هتعيش قد ايه يعني؟ هتعيش كام سنه؟ وفي الاخر هتتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى على ما فعلت في حياتك. هتتحاسب على نفسك ولا هتتحاسب على جيش 10,000 ولا هتتحاسب على جيوش 200-300,000 ولا هتتحاسب على امه ضخمه؟ هي مسؤوليه ضخمه جدا. انا مش عايز اقع في هذا الاختيار. يقول وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه. إيه اللي يضرني إن أنت تبقى رئيس عليا؟ ولا حاجة خالص، إيه المشكلة يعني؟ بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة. ليه؟ لما يعرض من الهلكة. هو بيجي له فتن كتير، هذا الذي تولى قيادة الجيوش. فتن بقى في القرارات اللي بياخدها، في الغنائم اللي بتحصل، في الأموال اللي تحت إيديه، فتن في الوضع والأبهة والعجب بالنفس والنظر إلى قيمة الإنسان نفسه والظن في نفسه إن هو الذي فعل وفعل. فتن وراء فتن. فالوالي بيقع في الحاجات دي، وأنا لو أنا جندي مش واقع في كل الكلام ده كله، أنا مربوط برأي الوالي وخلاص. فبيقول بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض من الهلكة، إلا من عاصم الله عز وجل وقليل ما هم. اللي هينجح في فتنة الولاية والإمارة والقيادة هذا قليل وقليل ما هم. ودفع عندها أبو عبيدة الكتاب إلى خالد بن الوليد، كتاب عمر بعزل خالد وولاية أبي عبيدة بن الجراح. والقصة على فكرة لها تكميلات جميلة، بس أنا كده وصلت للي أنا عايز أقوله. الدروس 3 بناخدها من كلام أبي عبيدة العظيم ده، والدروس أكتر من 3 الحقيقة، كتير قوي قوي. أنا هقف على 3 دروس سريعة، 3 أسرار من أسرار النصر. 1، الإخلاص لله عز وجل. اشتغل لله، ما تنظرش للناس. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعطي لك الأجر، هو الذي يحاسب يوم القيامة، حسنات وسيئات. خليك مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الإخلاص لله عز وجل. ما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل لله عز وجل، نمرة 1. نمرة 2، الزهد في الدنيا. ما تبرق أبدا الدنيا في عينك وما تزدهر في عينك أبدا. الدنيا مهما كانت هي إلى زوال وانقطاع، كما قال أبو عبيدة نصا. الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. الدنيا قطرة من اليم الواسع لا تساوي. ازهد في الدنيا، لا يأتي ذلك إلا بقراءة عن الآخرة عشان تعرف قيمة الدنيا بالقياس إلى الآخرة. لكن كلما صغرت الدنيا في قلبك، كلما قل التنافس عليها مع إخوانك ومع المسلمين، وبالتالي تبقى أقرب إلى النجاح في الاختبار. فالزهد في الدنيا، معرفة قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة. الدرس الثاني. الدرس الثالث، قوة الرابطة بين المؤمنين. إنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل، ما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه أو دنياه. في علاقة قوية جدا. ستحس إن أبو عبيدة بيحب خالد بن الوليد حب حقيقي، ما عندوش مانع إنه يبقى تحت إمرته، مع إن خالد بن الوليد أسلم بعديه بسنين طويلة. فين أسلم خالد بن الوليد؟ سنة 7 ولا سنة 8؟ وأبو عبيدة من أوائل من أسلم في أول أيام الدعوة مطلقا. يعني بعد الدعوة بيومين 3 أبو بكر دعا للإسلام وأسلم، يعني من الرعيل الأول، أكبر من خالد في الإسلام ب20 سنة. ومع ذلك ما عندوش مانع إن خالد يبقى رئيس عليه، إيه ولا حاجة خالص. وخالد بيحب أبو عبيدة، بيقول له أنت ليه صليت ورايا 20 يوم وأنت السلطان سلطانك؟ لا ده سعيد بالإمارة ولا ده سعيد بالإمارة. وحبهم مع بعض أكبر 1000 مرة من الدنيا اللي هم عايشين فيها، حتى مهما اتسعت الدنيا ويعني شملت عدة دول. ما بقولش شملت جيش صغير ولا مدينة من المدن، ده شملت عدة دول. بتتكلم